صبري كام؟ كان سبايدر مان بطلنا نفسه يفرح ويلعب ويتحب، لكن في لحظة اتحولت ضحكته لصمت وبراءته لبكاء. ما كانش بيطلب غير حضن دافي يحميه من الألم والمعاناة اللي كان بيعيشها في لحظات المفروض إنه في أأمن مكان في الدنيا، بس اللي استناه كان عنف وظلم وقسوة ما فيهاش أي رحمة. ياسين اسم صغير بس وجعه كبير، قصة مش بس عن عصفور اتأذى، قصة مجتمع ساعات بيقف يتفرج وساعات بيبرر وساعات بيسكت. المجتمع كان ساكت عن قصص كتير، بس فجأة انتفض لما القصة أبكت الحجر، ولما مسلسل لام شمسية فتح القضية وطلعها للنور. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن قصة سبايدر مان البطل ياسين، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للنهاية. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. أيها المواطنون، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة يا صديقي، وبالتحديد في مدرسة اسمها الكارما للغات، حصلت جريمة، مش جريمة واحدة بصراحة، دي 3 في 1، لأنها كانت سلسلة طويلة من الوجع في الفاعل. موظف كهل في المدرسة عنده 79 سنة اسمه صبري كامل جاب الله. الشخص الكهل كبير السن ده كان بيستدرج ياسين لعربية مهجورة مطربة وأحيانا لحمام المدرسة، وكان بيغتصبه مش مرة، ده على مدار سنة كاملة. والكارثة إن مديرة المدرسة وفاء إدوارد كانت عارفة وسكتت. أيوة يا صديقي، سكتت. تخيل مدى الانحدار الأخلاقي لمربية الأجيال. ولما واجهها البطل ياسين، بدل ما تحميه جابت الموظف قدامه وخلته يضربه بعصاية، وقالت له بكل بجاحة ووقاحة كده خد حقك. بس ده ما كانش حقه، دي كانت إهانة وإذلال وتغطية على أوسخ جريمة ممكن تحصل لعصفور بريء. ياسين كان ساكت لأنه مهدد، قالوا له لو حكيت عمو صبري هيقتل باباك ومامتك. فضل يتألم في صمت لحد ما والدته بدأت تلاحظ عليه مشاكل صحية. لما ودوه للدكتور اكتشفوا الجريمة البشعة وأثرها عليه، وبدأت الحقيقة تطلع. الأم وهي لوحدها، جوزها مسافر، قررت إنها تكشف كل حاجة وقدمت بلاغ، والطب الشرعي أكد الجريمة وطلع بتقرير مؤلم بيوضح فظاعة اللي كان بيحصل له. الشرطة قبضت على المتهم، الأهل حاولوا يرشوها بالذهب علشان تتنازل. أما بقى المحافظ جاكلين عازر محافظ البحيرة اللي المفروض إنها تحمي أهل بلدها، عرضت على الأب شقة مش عشان تعوضه لكن عشان يسكت، ولما رفض ما فكرتش لحظة وهددته بتلفيق قضية محترمة. هو ده العدالة في عرفهم، يا تسكت يا تدفع الثمن. والكلام ده مش من عندنا، الكلام ده على لسان الأب في التحقيقات بالحرف. لكن الأم رفضت وقررت تخلي القضية قضية رأي عام. أما المديرة فكتبت بوست وقالت حين تعوي الكلاب لا ينضم إليها إلا الكلاب. يعني بدل ما تعتذر شتمت الناس اللي دافعت عن البطل وبكل وقاحة. ياسين مش مجرد حد تعرض لانتهاك، ياسين هو اختبار للمجتمع كله. هل هيقف ويدعم ولا هيسكت؟ هل هيخاف ولا هياخد موقف؟ هل في عدالة ولا الجاني هيفلت من العقاب؟ وطبعا كل مطالب من هو سوي نفسيا بيطالب بمحاسبة صبري كامل جاب الله بأشد عقوبة، وإقالة وفاء إدوارد ومحاسبتها على التستر والتهديد، والتحقيق مع كل شخص شارك أو سكت، وعلاج الطفل ياسين نفسيا وعلى نفقة الدولة. وبعد متابعة كل أصدقاء ياسين في المدرسة، للأسف اكتشفوا حالات تانية عليها نفس أعراض الانتهاك، وطلع في ضحايا تانيين للكهل القذر. وياسين مش هينسى مين وقف معاه ومين سابه لوحده. ووصلنا ليوم الأربع 30 إبريل يا صديقي، ودي كانت أولى جلسات محاكمة الكهل اللي بقاله سنة كاملة بيمارس أبشع جريمة ضد بطلنا ياسين، العصفور اللي جسده الصغير اتكسر ونفسيته اتحطمت، والمجتمع كله
مستني حقه يرجع. وفي محكمة جنايات دمنهور أسرة ياسين حضرت وسط دعم شعبي واسع، والناس بره بتترقب وبتطلب العدالة. أما المتهم فجه وسط حراسة مشددة باين عليه الهدوء أو البرود. المجرم أنكر التهمة، والمحامي بتاعه طلب تأجيل الجلسة وقال إنه لسه ما اطلعش على أوراق القضية. ياسين بيحضر بلبس سبايدر مان لكنه ما اتكلمش. اللي اتكلمت نيابة عنه وعن كل محامينه هي أمه، اللي وصفت للقاضي كل شعور وألم ومعاناة حس بيها العصفور الجريح، والقاضي أمر بعدم مقاطعتها وسابها تتكلم بروح الأمومة والإنسانية. خرج محامي الطفل ياسين وقال إن القضية انتهت كمرافعة، وإن مفيش حاجة حصلت غير الاستماع للمحاميين. وياسين اتعرف على الكهل الجاني وقال إن الحكم اتحفظ لمدة ساعة وهيتم النطق بيه. وقد كان يا صديقي المحكمة حكمت بالمؤبد على المتهم صبري كامل. هل ده حكم أولي ما تسجلش رسمي، ولا في حاجات بتحصل وإحنا مش عارفين، ولا المحامي بيضغط إعلاميا علشان ما يحصلش لف ودوران في الجلسة اللي جاية؟ اللي إحنا متأكدين منه إن في بطل اسمه ياسين اتحطم، واللي لازم يحصل هو حكم سريع وعادل، مواجهة حقيقية مع المتهم، سماع شهادة ياسين وعرض تقرير الطب الشرعي، ومحاسبة كل اللي سكت وساعد وغض البصر، زي الناني اللي كانت بتوديه للمجرم، والمدرسة اللي عرفت وسكتت، والمديرة اللي تسترت عليه، والمحافظ جاكلين عازر محافظ البحيرة. لازم كلهم يتفصلوا من عملهم مع التنبيه والتوصية بعدم قبولهم في أي وظيفة في الدولة. أب بيدور على حق ابنه وبيلاقي الأبواب مقفولة، باب ورا باب ورا باب، وكل باب وراه مصلحة، وكل مصلحة وراها ناس خايفة توقع. بس هو ما خافش ولا الأم خافت، ووقفوا لوحدهم في وش منظومة كاملة بتحاول إنها تطمس الحقيقة. والسؤال اللي لازم يفضل شبح في ضمير أي مسؤول، أب زي ده وهو قاعد قدام مكتب محافظ وبيتساوم على عرض ابنه، كان حاسس بإيه؟ كان شايف البلد دي إزاي؟ شايفها حضن ولا سكين تانية؟ إحنا في معركة مش بس علشان ياسين، إحنا في معركة علشان نعرف مين بالظبط اللي بيحمي ولادنا ومين اللي بيحمي المغتصبين. في النهاية ياسين ما كانش فاهم ليه الحياة بتعاقبه، ولا ليه المدرسة اللي المفروض تحميه بقت المكان اللي بيتكسر فيه كل يوم. عصفور بريء عاش سنة كاملة في صمت وخوف بين تهديدات ووحوش متنكرة في زي بشر. والدته وهي لوحدها في ده بتحاول تبنيله أمل من وسط الخراب، بتمسك في خيط العدالة اللي بيتقطع كل يوم. اللي حصل لياسين مش قصة فردية، دي صرخة في وشنا كلنا، وتنبيه لكل العائلات إن السكوت على الظلم بيخلي الضحايا أكتر، وإن ولد واحد اتكسر يعني في مجتمع محتاج يراجع نفسه. محدش يقدر يرجع لياسين السنة اللي ضاعت من عمره، لكن نقدر نرجع له حقه ونمنع الضحية اللي جاية. العدالة مش رفاهية، العدالة هي الأمان الوحيد اللي باقي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا لي عاوزين مواضيع ايه تانية نعملها في الحلقات اللي جاية. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.